الغليظة الدماغ توتر، عمل مشاكل في القولون العصبي، خلى لك القولون بالشكل هذا. وش هو القولون؟ أعراض القولون، مهيجات القولون، كيف يختلف التشخيص من شخص لآخر، كل هذا وأكثر وكيف نعالجه في برنامج ظرف صحي. وقولوا معنا صلوا على رسول الله ونبتدي معاكم هذه الحلقة الرائعة جدا. في عندي مشروب ممتاز جدا جدا جدا. كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي إني اليوم أفجر حلقة، أضرب في حلقة، لأنه الموضوع اللي أنا راح أفتحه اليوم في ظرف صحي هو ممكن ينفجر في أي لحظة، اللي هو انفجار القولون العصبي. يعني أنا الملف هذا ملف قوي جدا جدا راح أفتحه معاكم، لأنه في 1,200,000,000 شخص حول العالم مصاب بمتلازمة القولون العصبي. أحد الحلقات اللي ترند في أي برنامج بعمل القولون العصبي هو ترند، لأنه شائع جدا جدا، والمعلومات اللي تسمعوها الآن ما راح تسمعوها في أي مكان. أول حاجة خليني أقول لكم وين هو موجود القولون وليه اسمه القولون العصبي. هذه هنا الجهاز الهضمي، هنا الأمعاء الغليظة، وهذه الأمعاء الدقيقة. أمعاء غليظة وأمعاء دقيقة. القولون اللي مدوب الجميع واللي متعب الجميع هذا هو موجود في الأمعاء الغليظة. وش وظيفته؟ إنه يمتص المياه والأملاح، يمتص المياه والأملاح عشان يستفيد من الجسم. طيب وش وظيفة الأمعاء الدقيقة اللي تحته؟ علشان تمتص كل فيتامين والمعادن اللي الجسم محتاجها. فبالتالي سبحان الله كل شيء عندنا في الحياة له فائدة عظيمة جدا جدا، إلا للآن ما عرفنا فائدتها، اللي هي آخره هنا على اليمين، اللي هي الزايدة الدودية. ليه الزايدة الدودية؟ لأنها زايدة عن احتياج الجسم. لحتى الآن ما عرفنا وش بالضبط وظيفة الزايدة الدودية. طيب وش يعني قولون عصبي؟ قولون عصبي يعني اتصال ما بين الدماغ والقولون، الاثنين هنا ربطوا في بعض، الاثنين هنا ضربوا بعض، الدماغ توتر، عمل مشاكل في القولون العصبي، خلى لك القولون بالشكل هذا، أصل لك القولون العصبي. فبالتالي هذه أول حاجتين وأول نقطتين لابد إن نفهمها ونقولها. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بيقول إذا اشتكى منه عضو تداعت له كل الأعضاء بالسهر والحمى. فكيف لو كان العضو هذا اللي هو الدماغ؟ فلما يكون الدماغ مصاب كل جسمك راح يتشنج، كل عضلاتك، كل امور جسمك. فبالتالي لابد ان ننتبه، علشان نبتعد عن القولون العصبي لابد انه نخفف من التوتر والاشياء اللي بقول لكم عليها. خلصنا تعريف القولون العصبي، الان بروح معاكم على وين؟ على اسباب القولون العصبي. طيب اسباب القولون العصبي، واحد، كل شخص منا بيختلف سبب القولون العصبي منه للاخر. فبالتالي لابد انه اعرف، علشان انا اعالج نفسي من القولون العصبي لازم اعرف وش سبب القولون العصبي. فما في انا سببي القولون العصبي غير السبب الثاني غير السبب الثالث غير غير وغير وغير. فبالتالي مهم جدا بالنسبه لنا ان نعرف الاسباب. اسباب القولون العصبي، واحد، العصبيه. اثنين، بعض انواع الاطعمه زي التوابل، زي الفلفل، زي الوجبات السريعه، زي الكافيين، كل هذه بتهيج عندك القولون العصبي لانها بتزود عندك التوتر، ومشكله كبيره جدا. ثلاثه، راح نقول الخيار. الخيار اختلفت فيه الاقاويل، هو والزبادي. الخيار هو والزبادي اختلفت فيه الاقاويل. الخيار بيقول لك في كثير من الاشخاص لما ياكلوا الخيار بدون قشر بيتحسنوا، ما بيصير عندهم قولون عصبي، لكن لما بياكلوا الخيار بالقشر ممكن تصير عندهم قولون عصبي، وهكذا. انتم اللي راح تقولوا وش اللي معاكم، بقشره او بدون قشره. بعدها راح نقول كمان المهيجات للقولون العصبي، حصيل طعام، البقوليات، الفول، البيض المسلوق، من الاشياء والاطعمه اللي هي بتهيج لنا القولون العصبي. فبالتالي البيض المسلوق، ايوه. وراح اقول لك شيء كمان بيعمل لك غازات في الجسم، ممكن يعمل لك قولون عصبي، اللي هو يلا ايوه الحلاوه الطحينيه. الناس اللي بتاكل حلاوه طحينيه كثير كمان معرضه اكثر نتيجه غازات في البطن وانتفاخات، ممكن كمان يصير عند القولون العصبي. وكمان احد الاسباب اللي هي السمنه. السمنه في اي ظرف صحي يحطوا السمنه على طول، الله يشفيكم ويعافيكم. ونقص فيتامين د يؤدي الى كمان تفاقم اعراض القولون العصبي، وكمان عدم الرياضه، وهذا خطر جدا. وكمان اللي هو ممكن احد الاسباب المهمه زوجك او زوجتك، مديرك او مديرتك، وهذه الاشياء كلها موجوده، صح يا شباب؟ كل هذه اكثر الاشياء والظروف الماديه. ايوه ايوه حاسس فيك. ايوه حاسس بالشباب انا. فهذه كلها ممكن تكون احد الاشياء اللي بتهيج القولون العصبي. ما اكتفيت بالظروف هذه، حطيت لكم اياها كذا عريضه علشان انا عارف انك انت راح تكون مستفيدين معنا في هذا الموضوع. اعراض القولون العصبي، واحد، تشنج والم في البطن،
من جد لما تصرخ. طبعا في عندهم ناس قولون عصبي خفيف، في متوسط وفي شديد، لكن الشديد تسمع صوت الألم من بعيد من بعيد. وبقول لك ما شوي يذكروني اقول قصتي انا مع القولون العصبي، انا جتني قصه ما بنساها في القولون العصبي. اثنين بخاخات ربو، بخاخات ربو، هو عباره عن ضيق في التنفس، ممكن يكون بسبب القولون العصبي. القولون العصبي لما بيصير عندنا امساك، الامساك لما بيصير عندنا في الامعاء وش بيصير؟ لابد انك تحلها عن طريق الغازات. الغازات وش بيصير؟ راح تفضل في البطن او تطلع لوين؟ لفوق. فلما تطلع لفوق بتعمل لنا مشاكل اللي هو ضيق في التنفس، فهذه سبب الغازات. في ناس كمان ممكن يفتكروا ان هم عندهم ذبحات صدريه. اغلب الاشخاص اللي هم بيفتكروا عندهم ذبحات صدريه او جلطات قلبيه هم اشخاص اكتشفوا ان هم خطأ، لانه ممكن يكون عنده القولون العصبي من كثر شده الالم، من كثر الغازات وهي طالعه على الجهه اللي فوق على اليسار، فهو افتكر انه هو عنده الام في الصدر وهو عنده قولون عصبي. الغازات مش في اليمين، هنا الزايده الدوديه، هنا نقول لك اكثر عن طريق الجهه اليسار، هنا اسفل الجهه اليسار، فبالتالي الغازات راح تتراكم زي الفقاعات حقت المشروبات الغازيه بتطلع للاعلى، فهي طالعه للاعلى فبتعمل لك الام وجلطات قلبيه. وهذه يمكن اكثر من 1000 تعليق عندي في اليوتيوب، كل يقول اي والله اي والله صدقت انه احنا كنا افتكرنا انه هو جلطات قلبيه وهي طلعت في الاخر قولون عصبي. احد الاعراض اللي هي بتفشل بق 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 صوت المعده، صوت الامعاء، هذه فتحس ان عندك انت عندك قولون، قولون، لا جرثومه. طيب تلاقي نفسك هذه اعراض مش محتاج انك انت تشخصها او تعملها تحاليل واضحه اصلا. اسهال او امساك بالتناوب، وهذه نقطه مهمه جدا جدا وسبيسيفيك لمريض الريتبل باول سندروم او القولون العصبي، لانه ممكن مره اسهال مره امساك، مره اسهال مره امساك، مش دائما امساك وانتم بكرامه. كمان عندنا اللي هو احد اعراضه اكتئاب. اكتئبت على طول ضربت عندك الامعاء. القولون العصبيه لما تكون عندك موجوده على طول بيصير لك عندك القولون العصبي. واحد حلقاتنا اللي دائما ترند معانا اللي هي كرش التوتر. احد اهم اسباب كرش التوتر اللي هي بتطبق عليها تعمل لك زي الطبله زي النفخه، لانه هي مليانه غازات. هذه مش محتاجه رجيم، هذه محتاجه انك تخفف الفول والبيض المسلوق وتخفف التوتر علشان تخف عندك الكرش. وبعدها كمان التعب العام، لكن التعب العام انا بالنسبه لي واحد حلقات تكلمنا عليه التعب العام، ما راح اقول انه موجود خاصه بالقولون العصبي، لانه كلنا عندنا تعب عام، اكثر من 2 مليار شخص عنده تعب عام، فهذه مش شخص انه تشخص فيها القولون العصبي. عندنا كمان معلومه مهمه جدا جدا، مخاط وانتم بكرامه بالبراز ممكن تكون احد اعراض القولون العصبي. عندنا انفجار في الالم، عندنا الخوف من الموت، انك انت ما انت عارف ايش بيصير، الم شديد 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 شديد. خليني اقول لكم قصتي مع القولون العصبي. انا دائما بقول مريض لن انساه، انا لن انسى نفسي، وانا شخصت نفسي على طول. اصلا زعلت وعصبت وطلعت بالسياره، وفجاه كذا فجاه طبعا ايام الشتاء وتحس انه بعض الاحيان ممكن تكون حصوات في الكلى. والله يا شباب طالع بالسياره وطريق مكان بعيد، خلاص معصب انا وطالع بعيد ما حد يكلمني عشان ما اطب في احد، وهدوء اطلع انفس لوحدي، واطلع في السياره وفجاه اقسم بالله اني تفاجات من الالم. الم مش طبيعي، صريخ فجاه كذا. يعني عارف، يعني انا توقعت انه لو هذا ممكن من كثر ما بنشوف انا في الحالات، عندنا حالات اللي هو حصوات الكلى، فممكن يكون حصوات كلى شديدة. طيب انا ماني قادر اكمل وانا في منطقه مقطوعه، طيب انا كيف ارجع؟ ما في تكاسي، ما في اي تطبيقات توصيل، ماني قادر. وامشي والله، وانا خلاص لازم اروح اقرب مستشفى بس عشان اعرف ايش عندي، لانه شكيت ما بين حصوات الكلى والقولون العصبي. لكن لما عملنا وهنا خبطنا وعارف انه تعصبت، فانا عارف انه القولون العصبي. لكن لابد لما اروح لزميل طبيب لابد انه هو كمان يشرف على الحاله زي ما انا بشرف على اي حاله. عمل لي التحاليل، الحمد لله ما كان في حصوات في الكلى، عمل لي تحليل في البول احتياطا، لانه نقطه مهمه جدا لتشخيص القولون العصبي استبعاد اي مرض ثاني، استبعاد حصوات الكلى، استبعاد الجرثومه، استبعاد اي شيء ثاني، بعدين ممكن يقول انه هو عنده القولون العصبي. فبالتالي مش انه هو قال لا والله دكتور ابغى اعمل له تحاليل، لا، هو لازم يستبعد الامراض الثانيه اللي هي حصوات الكلى، وعمل لي اشعه صوتيه فقال جسمك كله مليان غازات وانتم كرامه، وهذه متوقع نشوفها دائما في الاشعه الصوتيه. وهذه نصيحه دائما للاشخاص اللي دائما بيعملوا اشعه صوتيه، دائما نقول لك الطبيب لازم تفضي بطنك، لانك انت لو ما فضيت بطنك راح يكون في غازات، فبالتالي ما راح تقدر تشوف الاعضاء الموجوده وين في البطن. الله يشفيكم ويعافيكم، وهذه ممتازه جدا جدا تنتبهوا هذا الموضوع. انا هذه قصتي مع القولون العصبي، انتوا قولوا لي وش قصتكم مع القولون العصبي. طيب كيف نشخص القولون العصبي؟ كيف؟ قلت لك قبل شوي ايوه استبعاد واحد.
حلو. وبعدين عندنا حاجه ثانيه كده اللي يحبوا يسافروا، في حاجه اسمها معايير روما. اي شخص عنده قولون عصبي لابد انه تكون عنده معايير روما. وش هي معايير روما؟ مش شنطه سفر ولا امبريلا ولا مظله، لا. معايير روما إيه؟ لا ايوه، لا. هو المعايير يقول يعني المرض او المريض يعاني من الام متكرره في البطن لمده 3 اشهر على الاقل مره واحده في الاسبوع. يعني عندك اعراض الام في البطن 3 شهور مره واحده في الاسبوع، هذه انا اقول لك اشخص لك اياها انه عندك معايير روما، اللي هي ممكن تكون احد اهم التشخيصات للقولون العصبي. التشخيص الثاني للقولون العصبي وش كيف ممكن نعمله؟ ابتعاد او الاستبعاد عن كل الامراض اللي تكلمنا عليها، بعدها الاشعه الصوتيه او الالترا ساوند، وكمان ممكن تحليل براز وانتم بكرامه عشان نستبعد الامراض الاخرى، وبعدها عن طريق المنظار علشان يعمل لنا التشخيص الصح. طيب، وش في اطعمه بتهيج القولون العصبي؟ واحد، المقالي، هذه السله هذه كلها، المقالي والفاست فود والوجبات السريعه والبقوليات، الفول والحمص، الحلاوه الطحينيه، البيض المسلوق، هذه كلها امور ممكن تهيج عند القولون العصبي. الخيار بقشره ولا بدون قشره هذا انت تعرف وتقول لي، لانه كل شخص عنده تهيج عنده مختلف بشكل او اخر عن الشخص الاخر. بعضها كمان ممكن يكون بسبب التوابل، بهارات، لازم ننتبه لهذا الموضوع. اهم الاطعمه اللي ممكن تخفض لك القولون العصبي: واحد، الشوفان. اثنين، الرز البني. ثلاثة، الخضروات. أربعة، المسلوق. خمسة، النعناع. ستة، راح نقول كمان الزبادي، كمان ممتاز، بعض الأحيان ممكن يكون علاج للقولون العصبي. في عندي مشروب ممتاز جدا 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 للقولون العصبي، وش هو؟ شاي. كويس. اكثر شيء ممكن يزود عندك القولون العصبي الشاي والقهوه، هذه من الاشياء الخاطئه، لانه هو بيزود لك التوتر. الكافيين هو بيصحصحك، فانت لازم وشو؟ تهدي الدماغ. يا سلام. افضل شيء ممتاز جدا مشروب اللي هو الكمون. مغلي الكمون يا جماعه الخير، عندي واصل 3 مليون او 4 مليون مشاهده بسبب مغلي الكمون، والناس اللي استفادوا عليه من القولون العصبي بسبب مغلي الكمون رائعه جدا جدا جدا. في نهايه الحلقه انا راح اعطيكم هديه، انا بقولها دائما في العياده، بقول لكم عليها اللي هي علشان نشخص عندنا القولون العصبي. هذه الورقة قبل ما تتعالجوا، هذه الورقة وش هي؟ هذه الورقة راح نكتب فوق ومن تحت بنزلها كمان على الانستغرام وعلى السناب شات عندي، اللي هو الوجبات، وبعدين نوع الطعام والوقت، وراح نكتب كمان انه هل هيجت عندنا القولون ولا لا. بمعنى انه انا ممكن اليوم اكلت بيض واكلت فول واكلت زبادي واكلت رز واكلت كذا وصار عندي تهيج في القولون، فعندي الحين 4 أطعمة ممكن تكون أحد أسباب تهيج القولون، هذه ال4 الأطعمة. نيجي ثاني يوم أكلت فول، أكلت بروستد، أكلت ذرة، فوش العنصر المشترك بين الأول والثاني؟ اللي هو الفول. ثالث يوم أكلت فول، أكلت بيض مقلي مش مسلوق، أكلت تفاحة، أكلت دونات، مين العنصر المشترك؟ اللي هو الفول. فبالتالي استنباطك لأعراضك أو استنباطك للأكلات هي أفضل طبيب للقولون العصبي. أفضل طبيب للقولون العصبي هو أنت. أفضل طبيب للقولون العصبي هو أنت، أفضل شخص أنك أنت ممكن تشخص القولون العصبي. هنا وأخيرا راح أقول لكم طيب وش هو العلاج يا دكتور؟ واحد، العلاج سهل جدا 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 بالنسبة لنا، اللي هو في أنتي سبازم أو حبوب أنتي سبازم علشان تفكك لك التشنجات اللي موجودة في القولون. هذا واحد، ومشهورة ورخيصة. اثنين، عندنا كمان حبوب الفحم أو حبوب الغازات، عشان لو في عندنا غازات لابد أن نعالجها. ثلاثة، حبوب الإمساك وانتم بكرامة، عشان لو كان عندنا إمساك لابد أن نخفف من الإمساك علشان نعالج عندنا القولون العصبي. أربعة، تجنب المهيجات والتوابل وأي حاجة ممكن تعملها في القولون العصبي لازم تستبعد عنها علشان هي تكون أهم علاج، لأنك أنت مستحيل أنك طول عمرك تأخذ حبوب تبلبع حبوب تبلبع حبوب، راح تأثر على الكبد. فبالتالي لابد انك انت وشو الوقايه خير من العلاج، انك تنتبه لوش تاكل وكيف تفكر، وتعود انك انت تكون دائما غير مبالي، اللامبالاه. فهم. واحد عصب عليك، شكرا الله يجزاك خير، خذ حسنات. واحد قال لك عملك مو زين، شكرا الله يجزاك خير، حسنات. وهكذا وهكذا وهكذا، انت كذا نفعت نفسك وزودت حسناتك وخففت من قولونك العصبي. القولون العصبي، هل انتم من الاشخاص اللي عندهم قولون عصبي؟ هل انتم من الاشخاص المليار و200 مليون شخص عندهم قولون عصبي؟ اي او لا؟
وقولوا لنا تجاربكم في هاشتاج ظرف صحي مع الغندور، والله يعطيكم الصحة والعافية. هذا كان ظرفنا الصحي لليوم، أتمنى لكم كل التوفيق إلى أن نلتقي فيكم في حلقة قوية جدا جدا، وظرف صحي بيصيب 1.5 مليار شخص حول العالم. وش هو هذا الظرف الصحي؟ وأكيد أنت واحد منهم. كان معكم دكتور محمد الغندور، وفي الختام لكم مني أحلى سلام، إلى اللقاء.